أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في بودكاست رمضان الحضارة. إليكم ما هو مفيد في شهر رمضان المبارك عن الرحمة. الرحمة بين المؤمنين. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، عليه الصلاة والسلام. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن مساعدة المؤمن لأخيه المؤمن واجب وأساس، وهذا دليل على الرحمة بين المؤمنين. كثيرا ما نسمع أشياء عجيبة، أن أحدهم يقول: أسرتي مفككة وممزقة وكل واحد مشغول بنفسه، فلا شك أن بعضا من هؤلاء يرتمي في أحضان الشياطين. فلنعلم أن كلما كانت معاني الإيمان حية في النفوس كلما كانت الروابط أقوى. فلنجعل الرحمة والإيمان في قلبنا وعقلنا، ونمسك يد أخانا المؤمن بقوة وسلامة في القلب. إنه شهر البركة والخير، علينا أن نغتنم. دمتم بخير، وإلى لقاء آخر. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم. أكمل الحديث.